رح نعمل الفطاير باللحمة بدون عجن وبدون تعب بطريقة كتير سهلة وبسيطة. بمقلاية رح نحط زيت زيتون أو سمنة. بس سخن الزيت رح نحط اللحمة المفرومة ونفردها حتى ما تضل متكتلة معنا. رشة قرفة، رشة فلفل أسود. ومنقلب لحد ما يتغير معنا لون اللحمة ومنغطيها ونتركها لتنشف المي اللي نزلت من اللحمة كلياتها. هلأ اللحمة صارت جاهزة، رح نحط بصل مفروم مكعبات ناعمة وفلفل ملونة مكعبات ناعمة ونقلبهم. حبة بندورة مفرومة ناعمة، رح نحط أوريجانو مو متوفر عنا فينا نستغني عنه، ملح وبابريكا. رح نقلبهم لحد ما تدبل معنا الخضرة، بس بنفس الوقت بدنا إياها ما تكون مستوية وتضل محافظة على قرشتها. حشوتنا صارت جاهزة، بنقلع رح نحط قطعة زبدة صغيرة وندوبها. بنجيب خبز تورتيلا بنحط عليه جبنة مبشورة، حشوة اللحمة اللي عملناها. طبعا الحشوة بنحط الكمية اللي بنحبها، بنحب نقلل بنحب نكتر، هذا بيرجع لحسب الذوق. رح نرش كمية جبنة خفيفة على الوش. هاي الخطوة اختيارية، حبينا نحط جبنة على الوش بنحط، ما حبينا فينا نستغني عنها. بنخطي المقلاي لحتى تدوب معنا الجبنة، وهيك بتكون الفطاير صارت جاهزة معنا بدون تعب بدون عجن وبدون ما تاخد معنا وقت طويل.